المساج مش ترند ولا دلع، المساج علم عمره آلاف السنين. في مصر القديمة من أكتر من 4000 سنة الفراعنة كانوا بيستخدموا المساج لعلاج الآلام، وده واضح في نقوش مقابر سقارة، وخصوصا مساج القدمين. في الصين ظهر توينا، وكان جزء من الطب الصيني التقليدي وبيعتمد على مسارات الطاقة والضغط العلاجي. أما في الهند الآيورفيدا استخدمت المساج عشان توازن الجسم والعقل باستخدام الزيوت الطبيعية. الإغريقي بقى أبقراط نفسه قال الطبيب لازم يكون فاهم في الرابنج. المساج كان أساسي للرياضيين والمحاربين، ومع الوقت ظهر المساج السويدي على إيد هنريك لينج، وبدأ يدخل العلم والتشريح بقوة. النهاردة المساج الرياضي بقى جزء من التأهيل الوقاية من الإصابة وتحسين الأداء، والمساج مش بديل للتمرين، إنما المساج هو مكمل صحي وضروري للجسم الرياضي أو الجسم اللي بيعمل مجهود يومي.